أي مادة تتكون من ذرات. طب الذرات فيها بروتونات وإلكترونات. كلامنا على الإلكترونات، دايما الإلكترونات بتتحرك. طب الإلكترونات دي لو اتحركت جوه مادة موصلة زي السلك النحاس مثلا، خلاص، والسلك ده كان ضمن دائرة كهربية، هيعمل لك حاجة اسمه التيار الكهربي. وفي الحالة دي تبقى الكهرباء اسمها كهرباء متحركة. تمام. وده مش موضوع حديثنا السنة دي او موضوع دراستنا السنة دي. موضوع دراستنا السنة دي عن ما يسمى بالكهرباء الساكنة. طيب ازاي كهرباء وساكنة؟ يعني قصد حضرتك مش هتعمل لي تيار كهربي؟ لا، مش هتعمل لي تيار كهربي. امال هيحصل ايه؟ الالكترونات هتنتقل من جسم الى جسم اخر وتتراكم، يعني تتجمع عند منطقة معينة، وبعد ما تتراكم هتن ساكنة في مكانها. لو فرضنا ان الجسم ايه؟ ذراته متعادلة الشحنة الكهربائية. ويعني ايه يا مستر متعادلة الشحنة الكهربائية؟ يبقى عدد الشحنات الموجبة قد عدد الشحنات السالبة. والجسم بي نفس القصة، متعادل الشحنة الكهربائية. يبقى إذا الشحنات اللي في بي متعادلة والشحنات اللي في سي متعادلة. يبقى ده ولا مشحون بالموجب والسالب ولا ده مشحون، صح؟ يبقى إذا في الحالة دي يبقى الجسم ده غير مشحون والجسم ده غير مشحون. طيب لو مسكت الجسم A وعملت له احتكاك أو دلك بالجسم بي، ايه اللي هيحصل يا مستر؟ هتنتقل. اوعى تكون قصدك يا مستري هتنتقل الالكترونات. الله ينور عليك، هتنتقل الالكترونات السالبه من الجسم A الى الجسم B. يبقى السالب ده هينتقل منين؟ من A ل B. ساعتها هيبقى الجسم ايه بقى؟ شحنته ايه؟ موجبة يا مستر. وساعتها السالب هيزيد هنا، هيبقى الجسم بيه شحنته ايه؟ سالبة. يبقى اذا حصل شحن للجسمين، الجسم ده بقى شحنته موجبة والجسم ده بقى شحنته سالبة. يبقى كده بعد ما كانوا غير مشحونين حصل بيهم شحن، هما الاتنين شحنوا بعض عند الاحتكاك او عند الدلك. اثناء الاحتكاك انتقلت الكترونات سالبة من الجسم A الى الجسم B. ساعتها بقى الجسم A مشحون بشحنة موجبة وبقى الجسم B مشحون بشحنة سالبة. تمام. الشحنة السالبة دي وقفت عند الجسم B في الحتة دي، تراكمت عند مكان الاحتكاك. يعني ايه مكان الاحتكاك؟ المكان اللي كان فيه دلك. تمام. يبقى اذا هنا مش هتلاقي شحنات سالبه متراكمه، هتلاقي الشحنات السالبه فوق بس. خلاص كده؟ تمام. وده ما يسمى بالكهرباء الساكنه او الكهرباء المتراكمه. لو جبت بقى الجسم بيه ده بقى وجبت بعض قصاصات الورق وقربت الطرف اللي عليه شحنات متراكمه ده للورق، هيجذبه. طب هيجذبه ليه؟ ده دليل على وجود شحنات كهربية ساكن.